ام مكه بتاعه الفسيخ والواقعه اللي حصلت داخل قناه الشمس مع الاعلاميه علا شوشه. انا منى سمير، رئيس تحرير برامج داخل قناه الشمس، والواقعه اللي حصلت بالفعل عندنا. سريعا للناس اللي عايزه تفهم الموضوع ايه اللي حصل. ام مكه تواصلوا معاها الكرو بتاع الاعلاميه علا شوشه ان هي تيجي البرنامج عشان هي موجوده دلوقتي داخل قضيه كبيره جدا اسمها جاي فيها، والقضيه دي يعتبر راي عام، وطبعا بدون ذكر اسماء حضراتكم عارفين مين اللي موجود في القضيه دي بالفعل. اسامي فنانات كبيره او فنانه كبيره وبعض الاشخاص مجهوله الهويه اللي تصدروا الترند الفتره الاخيره. اي برنامج في اي قناه لما بيجيب النوعيه دي من الناس والقضايا بتاعتهم شغاله او هو اسمهم محطوط في حاجات من النوعيه دي، بيبتدي ان هو يمضيهم على اقرار رسمي ان هو موافق ان تذاع الحلقه، وان اي كلام داخل الحلقه هو موافق عليه بمحو ارادته، وان ما حدش غصب عليه في اي حاجه. وبالفعل عاملين كده، وهي مضت على الاقرار وموافقه جدا على كل اللي بيحصل داخل الحلقه. اتفاجئنا اثناء تسجيل الحلقه بعد ما قالت حاجات رجعت فيها وان هي بتعترض على اذاعه الحلقه. طبيعي جدا ان المذيعه تبتدي تقول لها ان انتي ماضيه على الحلقه وخلاص، انتي قلتي الكلام ده بمزاجك، احنا ما غصبناكيش على حاجه، وده اللي حصل يعني. طبعا اتفاجئنا رد فعلها العنيف، قامت مد ايد والفاظ وشتايم وي وكل الكلام ده، ورفعت الشبشب على المذيعه وعلى كرو العمل. وده مش كلام احنا بنقوله وخلاص، الكلام ده مسجل صوت وصوره في القناه داخل الاستوديو، متصور بالكاميرات وبالمايكات، متسجل كل حاجه. وابتدت ان هي تخوف الكرو اللي واقف بمكالمه من فنانه دون ذكر اسماء، وفاتحه السبيكر، والفنانه بتقول لها انت ايه اللي وداكي اصلا يعني. فايه بقى اللي بينهم وبين بعض عشان اللي يحصل حوار الله اعلم، احنا مش فاهمين طبعا ولا عارفين حاجه، لكن احنا مش هنخاف، او احنا ما يصدر عننا اي موقف ان احنا نخاف منه. طبعا تم تعطيل العمل 3 ساعات داخل الاستوديو، 3 ساعات دول كتير جدا. الناس اللي شغاله في الميديا عارفه ان الثانيه فيها بفلوس. الناس اللي موجوده كانت متاذيه نفسيا وجسديا ولفظيا وكل حاجه، ما حدش داخل القناه قال لها كلمه جارحه ولا حد اتكلم معاها ولا اي حاجه. ابتدينا ان احنا نبلغ الشرطه وخدنا اجراء قانوني، وبالفعل الشرطه جت بسرعه جدا داخل مدينه الانتاج الاعلامي لقناه الشمس، وتم التحفظ عليها وخدوها وبيتحقق معاها دلوقتي داخل النيابه، ومستنيين لسه يعني اللي هيحصل في الموضوع ده. دي حاجه. طيب احنا بنتكلم للناس اللي طالعه بتهاجم وبتقول ما اصل انتوا بتجروا ورا الترند، اصل انتوا بتعملوا من الفسيخ شربات وكل الكلام ده. لا، احنا ولا بنجري ورا الترند ولا اي حاجه، حضراتكم اللي خليتوها شخصيه عامه وانتوا اللي بتنجموا الناس دي. احنا طبيعي في الميديا بنجيب الاشخاص اللي زي دي اللي معمول عليها ميكروسكوب، وبنبتدي ان احنا نقول والله يا جماعه انتوا بتعملوا ايه عشان الناس تعظم لكم او الناس تشوفكم شخصيات عامه. ويعني ايه بلوجر، وسواء هي او غيرها من اللي احنا سمعنا اساميهم كانوا غراب جدا علينا وبيعملوا حاجات احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي، والفلوس دي بتيجي منين وكل الكلام ده. احنا بننور لكم بصيرتكم، ما هو ده شغل التلفزيون. انا مش هضللك، انا طالع بنقذك، انا طالع بوري لك الجانب الاخر اللي انت مش شايفه من الشخص ده. وانت حر، انت ليك وجهة نظر وليك عين وليك ودن بتسمع، وانت كبير كفايه وعارف الشخص اللي انت شايفه وانا بناقشه دلوقتي على التلفزيون انا بضللك فيه ولا بقول لك كمل معاه. وبعدين انتوا ليه محسسيني ان احنا كنا جايبينها في قناه الشمس عشان نديها درع وسام ونديها جايزه؟ وبرافو عليكي يا ام مكه ان انت داخله في قضيه كبيره زي دي، تجاره اعضاء والكلام ده كله. لا، احنا جايين نحقق معاها، احنا جايين بنقول لك انت الناس بتسال انت من اين لك هذا؟ الفلوس اللي معاكي دي كلها جايباها منين؟ ما هو مش منطقي ان انت كل ده من الفسيخ او غيره. ما دي كلها اسئله بالعام يعني، دي كله حاجات عاميه احنا بنسال فيها. انت بقى بعد ما وافقتي ومضيتي اقرار ان انت طالعه وموافقه ده كله، هتيجي في نص الحلقه تقولي لا انا مش عايزاها تتصور، لا اما كده لا اما تشتمينا او تهددينا؟ فلا طبعا، احنا كل الكلام ده احنا ماشيين قانوني ولسه مكملين في التحريات والتحقيقات، وبنشوف الموضوع واصل لحد فين. واي حاجه هتحصل قناه الشمس طبعا ليها كل الاحترام هتنزلها على صفحتها، واعلاميين كبار عندنا بيتكلموا في الموضوع ده، ولسه التحقيق شغال، واللي ليه حق هياخده. شكرا جدا.